إيه الأخبار؟ بص يا صاحبي، الكلام دوت مهم جدا وممكن يزعلك مني، بس لازم تفهم. ولو زعلت أنا مستعد أبوس على راسك، بس اسمع مني الكلمتين دول وأنت حر. تبقى غلطان لو دخلت في علاقة وما نجحتش فيها وقررت بعديها إنك تبعد عن أي علاقة جديدة عشان خايف من النتائج، وتنسى إنك ما نجحتش علشان تتعلم وتعرف بعد كده إنك تختار صح. أنا بتكلم عن علاقات الارتباط والخطوبة مش العلاقات العاطفية عشان نبقى واضحين. بس تبقى غلطان لو فشلت في شغل أو مشروع وبعديها قررت إنك تقف عند نقطة معينة وخايف إنك تخوض تجربة شغل جديدة، وتنسى إن لولا فشلك أول مرة ما كنتش هتعرف أنت إيه المناسب ليك وممكن تنجح فعليا في ايه. تبقى غلطان لو ضيعت وقتك ومجهودك مع ناس مش مقدراك وخايف انك تبعد عنهم لمجرد بس انك تكون وحيد، وبتنسى انك لو وسط ناس مش مقدراك ومش مديالك اي اهتمام انت فعلا وحيد، بس حواليك زحمة كدابة بسببها مفيش مساحة لناس جديدة تقدرك فعلا. تبقى غلطان لو انت بتضيع وقتك في التفكير من غير ما تفكر في مرة بس انك تكون جريء وتاخد خطوة، فممكن الخطوة دي تغير حياتك. وبتنسى ان العبد في التفكير وربنا هو اللي عليه التدبير يدبر لك امورك الصالحة والحياة الحلوة ليك، بس لازم علشان ربنا يدبر لك امورك انك تبدأ انت كمان تاخد الخطوة الفعلية. تبقى غلطان لو بتركز مع الناس وكلامهم ويأثروا عليك ويغيروا من حالتك النفسية وانت تبذل مجهود علشان تثبت لهم عكس كلامهم، في حين ان حوارهم دوت بيكون مجرد لحظات وهيخلص وينسوا بعدها انت اصلا مين. بس انت الوحيد اللي بتفضل متأثر لفترات طويلة بكلام اتنسى بمجرد بس ما هو اتقال. يا صاحبي تبقى غلطان لو حسيت ان قيمتك بسيطة او انك مش هتقدر او انك مش هتعرف تتصرف، لان ربنا خلقك مميز، ولو انت قدرت قيمتك الحقيقية صح وعززت ثقتك بنفسك هتقدر تحل مشاكلك كلها وهتثبت نفسك في اي مكان وفي كل حاجة. تبقى غلطان لو ضيعت كل لحظة في حياتك على الندم والتفكير في حاجات فاتت. اللي جاي احلى بيك، طول ما انت عايش استغل كل لحظة في انك تستمتع بيها، حتى لحظات الضغط اتعلم منها قيمة لحظات الراحة والهدوء. واخر حاجة تبقى غلطان لو ما قررتش من دلوقتي انك لازم تكون انسان جديد تستمتع بكل لحظة في حياتك وتسعى وتجتهد وتنبسط بكل حاجة. اي حاجة حتى ولو كانت بسيطة بتعملها وعملتها لنفسك لازم تستحق انك تبقى سعيد علشانها وتبقى مبسوط وفخور بيها. وتبقى غلطان بقى لو ما اشتركتش في القناة وفعلت زر الجرس وعملت لايك للفيديو. سلام.